إذا أردنا طرح السؤال التالي: هل الجزائر اليوم مثلا على حسب مالك من نبي دولة يعني فيها حضارية أم لا؟ في رأيكم أنتم؟ يعني اليوم في بلادنا اليوم في الجزائر، لما تطرح مثلا مشكلة التعليم ما عندناش كفاءات على مستوى التعليم. أول يعني ما يتبادر إلى الذهن ما هو؟ يعني نروح نبني مؤسسات جديدة، مدارس جديدة، إلى غير ذلك. يعني هذا يدل على أننا حضارة مادية. علاش؟ يعني هنا ما اهتميناش بالكفاءة باش نزيدوا الكفاءات والأفكار، اهتمينا يعني بالناحية المادية فقط، ركزنا على الناحية المادية فقط. بينما التعليم يعني وصنع الكفاءات هو آخر ما يشغل همنا، أو آخر ما يشغل يعني هم بلادنا اليوم. يعني فقط التزكية. يعني مثلا يعني تروح تزيد المؤسسات، تروح تزيد مدارس، تتخلص أموال، إلى غير ذلك. يعني هذا هو التفكير العربي في المجتمع العربي اليوم: ادفع الأموال فقط، ادفع الأموال واشتري فقط، ولا تبدع ولا تنتج، ولا يكون يعني مجتمع مستهلك. هذا هو الواقع في الجزائر اليوم، والذي عليه يعني تكون الجزائر دولة غير متحضرة، دولة ورثت يعني عقلية ما بعد الموحدين بشكل حرفي. يعني مثل ما قال مالك بن نبي، يعني مالك بن نبي يرى بأن الشعب الجزائري يعني ورث إنسانا خمولا كسولا عن الدولة الموحدية. لماذا؟ لأنه مرحلة ما بعد الموحدين شهدت يعني الفردانية، غلوب النزعة الأنانية، كذلك الخوف